أهلا بيكم. النهاردة هنحول رسمة التري دايجرام لكود بايثون حقيقي في الماشين ليرنينج. احنا مش بس بنهتم بالمعادلات، احنا كمان بنهتم بالباصص. لو عندك بيانات مثلا 1000 مريض، ازاي التري هتقدر تقولك ان الموديل بتاعك دقيق ولا بيهلوس؟ تعالوا نفتح نوت بوك ونشوف ازاي هنعملها بالبانداز. تخيل معايا ان عندنا اختبار طبي وعايزين نعرف هل نتيجة التحليل لو طلعت إيجابي هل ده معناه إن الشخص ده فعلا مريض؟ هنا بقى بيظهر دور الاحتمالات، وبدل ما نرسم شجرة احتمالات على الورق هنخلي البايثون يعملها لنا على هيئة بيانات وهمية وبشكل براكتيكال جدا. الكود ده فكرته الأساسية إنه بيعمل محاكاة أو سيميوليشن لعدد 1000 شخص، وبعد كده بيشوف مين مريض ومين سليم ونتيجة الفحص لكل واحد، وفي الآخر بيحول كل ده لجدول احتمالات واضح جدا. أول حاجة import pandas as bd import numpy as nb. هنا احنا بنستورد two libraries مهمين عندنا في البايثون كلنا عارفينهم، البانداز عشان نتعامل مع البيانات في صورة جداول، والنمباي عشان نستخدم الراندمنس والفانكشنز اللي هتساعدنا في الحسابات بتاعتنا. يعني نمباي بتساعدنا في توليد البيانات، وبانداز بتساعدنا ان احنا نرتبها ونحللها. اول حاجه nb.random.seed. طبعا احنا عارفين ان السيد دي مهمه جدا عشان هي اللي بتخلي الراندمنس بتاعتي ثابته، يعني كل مره بنشغل الكود هنطلع تقريبا نفس النتائج. فده طبعا مفيد جدا في التجارب بتاعتنا، لانك مش عايز كل مره الارقام تتغير وتتلخبط. ان people equal 1000 ده معناه ان احنا هنشتغل على 1000 شخص. status equal nb.random.choice sick healthy. السايز equal n people، والبي equal 0.1 لحد 0.9. السطر ده من أهم السطور في الكود. هنا احنا هنا بنقول للبايثون اختار لكل شخص من 1000 حالة واحدة من الاتنين، إما إن هو يبقى sick يعني مريض أو healthy يعني سليم. لكن الاختيار مش عشوائي بالتساوي، لأ، احنا بنحدد الاحتمالات، يعني المريض 10% والسليم 90%. اللي بيشرح الحتة دي السطر اللي هو البي equal 0.1 0.9. يعني الكوميونيتي اللي احنا بنحكيه هنا فيه المرض منتشر بنسبة 10% فقط. بعد كده دي اف equal بي دي دوت داتا فريم. هنا احنا بنحط النتائج اللي طلعت في داتا فريم، يعني بنحطها في جدول بيانات. اسم الكولوم عندي actual status، وده معناه الحالة الحقيقية للشخص، يعني الشخص فعلا مريض ولا سليم بغض النظر عن نتيجة التحليل. فبقى عندنا جدول فيه 1000 صف، كل رو بيمثل شخص. الخطوة التانية عندي هي نتيجة الفحص الطبي، يعني اللي هي من أول diff get test result. هنا أنا بعمل function، هنا بعمل function اسمها get test result، وظيفتها إن هي تبص على الشخص. لو الشخص مريض فعلا الاناليسيس هيطلع لك بوزيتيف بنسبة 95%، وهيغلط ويطلع نيجاتيف بنسبة 5%. فاحنا هنا بنشرح حاجة مهمة جدا، ده اسمه ايه؟ الترو بوزيتيف والفولس نيجاتيف. الترو بوزيتيف لما الفحص يصيب ويبقى صح، الفولس نيجاتيف لما الفحص يفشل ويقولك سليم لكن هو مريض. تمام؟ طيب اما لو الشخص سليم بقى، فالتحليل بيطلع لك بوزيتيف بالغلط بنسبة 5%، ويطلع لك نيجاتيف صح بنسبة 95%. طيب ده اسمه ايه؟ ده اسمه فولس بوزيتيف. وفي عندي ترو نيجاتيف. فولس بوزيتيف لما الفحص يقول مريض وهو سليم، وترو نيجاتيف لما الفحص يصيب ويطلع نتائج سليمة. يعني الدالة هنا دي بتمثل سلوك الاختبار الطبي نفسه. تطبيق الدالة بقى على كل شخص اللي هي دي f of test result equal df dot apply get test result access equal 1. هنا احنا بنضيف كولوم جديد اسمه test result، ده بيحتوي على نتيجة الفحص لكل شخص. طيب دي f dot apply دي معناها ايه؟ معناها امشي على الجدول صف صف، وابعت لكل رو الدالة اللي هي get test result، والدالة تقرر نتيجة الفحص بناء على الحالة الحقيقية للشخص. فدلوقتي الجدول عندي بقى فيه two columns، الأكشوال ستيتس والتست ريزلت. الأكشوال ستيتس هي الحالة الحقيقية، والتست ريزلت هي نتيجة التحليل. النقطة الأهم هنا هو تحويل شجرة التري اللي احنا عملناها، البروبابيلتيز تري دي احنا عايزين نحولها لجدول من خلال السطر اللي هو tree result equal bd.crosstab df actual status df test result normalize all. هنا بقى الشغل الحقيقي فعلا.
bd.crosstab بتعمل جدول تقاطعي بين عمودين، يعني بتعد كام واحد مريض وطلع بوزيتيف، مريض وطلع نيجاتيف، سليم وطلع بوزيتيف، سليم وطلع نيجاتيف. لكن الأهم هنا هو النورماليز اول. نورماليز اول دي معناها ايه؟ دي معناها اننا مش عايزين العدد فقط، احنا عايزين الاحتمال بالنسبة لإجمالي كل الناس. مفهومة كده؟ احنا مش عايزين مجرد عدد، لا، احنا عايزين الاحتمال بالنسبة لإجمالي كل الناس. يعني بدل ما يقولي 95 شخص سك وبوزيتيف، هيقولي لا، يعني 95 من 1000 مثلا، ده يعني اللي هو ايه، اللي هو 9.5% من إجمالي العينة. أنا عايزة احتمال دلوقتي بالنسبة للإجمالي، تمام؟ فده بالظبط اللي بيخلي الجدول ده شبيه بالجدول بتاع تري، يعني تري أو اللي هي probabilities tree، لأن كل خانة هنا بتمثل فرع من فروع الشجرة. في الاخر خالص احنا بنطبع الجدول، يعني بنعمل برنت بقى ليه. هنا بيطبع جدول للاحتمالات، هتلاقي حاجة شبه كده، هتلاقي ان السيك وبوزيتيف وسيك ونيجاتيف وهيلسي وبوزيتيف هيلسي نيجاتيف، وكل قيمة منهم عبارة عن احتمال. استخراج، هنا احنا عايزين نعمل استخراج احتمال محدد من الشجرة. لما نقول بي سيك اند بوزيتيف بتساوي tree result دوت log سيك وبوزيتيف، وبعد كده نعملها برنت. هنا احنا بنجيب احتمال مشترك ان الشخص يكون مريض فعلا ونتيجة التحليل تطلع بوزيتيف. فده مهم جدا لان ده واحد من فروع الشجرة الاساسية اللي هو لوك سيك وبوزيتيف. يعني هات الصف الخاص بالمرضى والعمود الخاص بالنتائج الإيجابية، تمام؟ يبقى هات الصف، يعني الرو اللي هو خاص بان هو يبقى مريض، لكن الكولوم اللي هو الخاص بالنتائج الإيجابية نتيجته كانت بوزيتيف، وبعدين نطبع النتيجة كنسبة مئوية. آخر جزء عندي بقى اللي هو احنا ازاي بنستخدم ده في الماشين ليرنينج، ان احنا بنحسب الاكيورسي. هنا احنا لازم نقف شوية لان السطر ده مش بيحسب اكيورسي فعلية للموديل او للفحص. ليه؟ لان دي f of actual status equal healthy dot mean، ده ببساطة بيحسب نسبة الأصحاء في البيانات. يعني لو 90% من الناس healthy فالناتج بيكون حوالي 90%، وده مش معناه دقة الموديل، ده معناه فقط ان اغلب العينة هم ناس healthy أصحاء. انما الدقة الحقيقية للفحص المفروض تتحسب ازاي؟ لا، هي المفروض ان احنا لازم نقارن بين الحالة الحقيقية الاكشوال ستاتس والنتيجة المتوقعة من الفحص اللي هي التست ريزلت. لكن بما ان الاسماء مختلفة، يعني سيك وهيلسي وبوزيتيف ونيجاتيف، فلازم نعرف النجاح بالطريقة دي، اللي هو لو الشخص سيك والنتيجة بوزيتيف يبقى هو كده صح، لو الشخص هيلسي والنتيجة نيجاتيف يبقى هو كده صح. فحساب الاكيورسي الحقيقي هيبقى هو اللي هو diff actual status equal sick and test result equal positive or الاكشوال ستاتس ايكوال هيلثي والتست ريزلت ايكوال نيجاتيف، وبنحسب المين بتاعها. طيب الخلاصه بتاعتنا ان الكود ده بيعمل ايه؟ هو بيعمل 4 حاجات مهمين جدا. اول حاجه بنعمل سيميوليشن ل1000 شخص مريض. تاني حاجه بنحدد الحاله الحقيقيه لكل شخص، هل هو مريض ولا سليم، وبنعمل سيميوليشن لنتيجه الفحص الطبي بنسبه دقه معينه. اخر حاجة هو بيحول النتائج لشكل احتمالات باستخدام الكروس تاب، فده بيسهل جدا علينا ان احنا نفهم موضوع التري دايجرام. احنا هنا الكود هنا بيلخص ان التري دايجرام اللي كنا بنشوفها بس بشكل نظري ممكن ان احنا نحولها لسيميوليشن حقيقي ويورينا الصورة بالارقام. وبكده نكون فهمنا ازاي نحول شجرة احتمالات كاملة لكود بسيط في البايثون ونشوفها قدامنا بالارقام بشكل واضح. لو الشرح كان مفيد بالنسبة لك ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان تدعم المحتوى، واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك أي سؤال أو حابب أشرح جزء بشكل أعمق اكتب لي في الكومنتات وأنا هرد عليك. وأهم حاجة ما توقفش هنا لأن اللي جاي هيبقى أقوى بكتير، وإن شاء الله نكمل الرحلة سوا.